اللهم استرني بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك عني. اللهم إني رضيت بكل ما كتبته لي، فاجبر خاطري، واجعل القادم من حياتي كله خيرا، وبشرني بما يسرني، وابعد عني ما يضرني. اللهم اجعل لنا نصيبا من الرحمة والمغفرة والفرج. اللهم لك الحمد حتى ترضى. صباح الخير، صباح الفل عليكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وان شاء الله سنة جديدة وسنة سعيدة على الكل، وبداية جديدة كده مع بعض. وهنبدأ النهاردة كده في أول فيديو تنظيفات رمضان، وان شاء الله هننضف وهنحافظ على اللي نضفناه. دي أهم حاجة. وفي كل الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله هتلاقي دايما أفكار هتساعدك كتير على انك تعملي شغل البيت ببساطة، وازاي تحافظي كمان بعد ما تعملي. دي كده أول فكرة باحب أقولها لكم النهارده كده في الفيديو. لمّا باجي ألِم الغسيل، لمّا بيبقى فيه مفارش كده وبطاطين كبيرة بالِمّها بالطريقة دي. باجيب الطرف ده كده على الطرف ده، وبارجع أجيب تِلت كده وتِلت كده. ليه؟ بالِمّها متطبقة. باحب كده ألِم الحاجة الكبيرة من على الحبل متطبقة، ما ألمّهاش في وسط الغسيل وتقعد تتعبني وأنا باطبقها. البطاطين والكبرتات اللي هي بتتحط على السرير والمفارش السرير والملايات، كل الحاجات الكبيرة كده زي ما انتم شايفين أنا بالمها من على الحبل متطبقة. والغسيل العادي مفيش مشكلة، بلمه في الباسكت بتاعه وبعد كده لكن الحاجات دي كده هتلاقيها متعبة لما بتلميها كده متكعبلة وتقعدي تطبقي فيها بقى وكده كده بتريحي دراعاتك. والله بتلميها متطبقة زي ما هي جاهزة، وبتبقى كده حاجة خفيفة عليكي. تعالي بقى نخش على الفيديو ونبدأ كده أول تنظيفات رمضان اللي أنا عملتها. في الفيديوهات بتاعتي كلها هتلاقي تنظيفات بطريقة بسيطة، وازاي تحافظي بعد ما نضفتي، وازاي الحاجة ما تتبهدلش منك تاني علشان خاطر تفضل أطول وقت ممكن نضيفة معاكي. فأنا باحب أقدم الأفكار الجديدة اللي تسهل الدنيا، يعني أنا باحب الحاجات اللي تسهل الدنيا. فتابعيني إن شاء الله كده. أنا هبدأ بالأنتريه. كلنا عندنا طبعا إيد الأنتريه مطرح الأولاد كلها عايزة تتغسل، فيلا كده نشجع بعض. وتعالي أقولك على أبسط حاجة ممكن تعمليه بإيد الأنتريه. بصي الصابونة بريحة، هي الصابونة بريحة أكتر حاجة بتطلع البقع، ومن غير بقى مساحيق ولا مكونات ولا خلطات ولا أي حاجة. انت عندك وبتحبي تعملي الحاجات دي براحتك، بس أنا بالنسبة لي الصابونة بريحة بتطلع البقع، وما بتعمليش رغاوي كتير على الأنتريه تخليني عايزة أقعد أمسح فيه، وما بتخلوش يفضل مبلول وقت طويل. يعني هي بالنسبة لي أفضل حاجة. واللي أنا بمسح بيها دي، اللي أنا بغسل بيها دي، شبكة كده بتاعة الليمون أو الحاجات دي بتنضف بسهولة جدًا، وما بتخليكيش تقعدي تدعكي كتير. أنتِ مجرد ما بتعملي بيها كده تلاقي أي بقعة على الإيد الأنتريه بتطلع. لكن لو ما عندكيش ما فيش مشكلة، الليفة بتاعة المواعين العادية. فأنتِ هتجيبي ليفة المواعين العادية أو الشبكة دي لو عندِك، ورغيها كده صابون واعملي بيها. بُصي زي ما أنتِ شايفة، شوفي الأنتريه كان إيه وبقى إيه، وبُصي الحتة دي من الحتة اللي لسه ما عملتهاش بجد من غير تعب. أنتِ شُفتيني دعكت ولا دعكت ولا أي حاجة، يا دوبك كده بس إيه امشي عليها كده بإيديكِ زي ما شُفتيني، وبفوطة مبلولة. أنا بعد ما عملتها الفوطة مبلولة مرّة، وفوطة كده ناشفة مرّة، يعني نُص الفوطة كده باخلّيها مبلول ونُص ناشف وبس. فأنتِ هتعملي الموضوع ده بمنتهى البساطة. طَب أنا ليه بدأت بالأنتريه؟ ده إحنا لسه لا نفّضنا ولا كنسنا ولا عملنا. لأ، أنا هاعمل الأنتريه وهاحافظ عليه، وهاوريكِ إزاي أحافظ عليه، بحيث أشيله من دماغي خلاص، وأشوف بقى باقي الحاجات اللي ورايا، ومش هيتبهدل أبدًا. وأنا بانضّف وأزعّف وأكنس والحاجات دي مش هيتبهدل، وهتشوفي كده معايا خلال الفيديو. فدي كده أبسط وأسهل طريقة وبأسهل مكونات، ولا هاقول لِك خلطات ولا هتشتري حاجة. يعني هاتي الصابونة بريحة كده من على الحوض عندِك، وهتنضّفي بيها ضهر الأنتريه كله وإيد الأنتريه. بُصي الحتة دي اللي ما اتعملتش من الحتة اللي اتعملت، في فرق. وأنا لسه هاكمل ومن غير أي مجهود ومن غير أي دعك، والصابونة بريحة بتطلّع كل البقع. والله يا جماعة لو ظروفِك ما تسمحش إنِك تشتري منظفات والحاجات دي، فما تصعبيهاش على نفسِك، والطريقة سهلة جدًا. ولو عندِك بقى منظفاتِك وكلوركس بالألوان والحاجات دي براحتِك، بس أنا ما باحبش أعمل رغاوي كتير على الأنتريه، عشان كده بيتسهل عليَّ. تمام. المقعد بقى بتاع الأنتريه نفسه أنا هاشيله وهاحطه في الغسالة، علشان مش هاقعد بقى أمشي على بُقعة، بُقعة والكلام ده. طالما بيتفك يبقى شيله وحطه في الغسالة أفضل. بس أنا حبيت أوريكِ بقى أنا هاحافظ عليه إزاي بعد ما هاغسله، لإن أنا هاشيله دلوقتي وهاغسله. بس باوريكِ كده الأول. هاتي كده أي ملاية عندِك، أبيض، أوف وايت، سُكّري، عارفة الدرجات دي اللي بتليق على كل الأنتريهات، واعملي بيه الأنتريه كله كده بعد ما يتغسل وتركبيه. وقطّعي يعني إيه، هاتي أي ملاية قديمة عندِك، أو اللي هي الخداديات بتاعة الملاية نفسها، أو كيس المخدة اللي هو الكبير، تبقى ملاية قديمة عندِك، وخلّيها دايمًا للمواقف اللي زي دي.
ان انت تغسلي الانتريه، هتنضفيه بعد كده تسيبيه ينشف ويتهوى، وحطي على ايد الانتريه حاجات زي دي تحافظ عليه لو ما عندكيش كسوة لحد ما تخلصي دنيتك وتنظيفاتك وكل حاجة. حتى بعد ما تخلصي هي بصي شكلها حلو جدا ومنورة برضو الانتريه، وهتحطي برضك منها تقصقصي منها وتحطي على ايد الانتريه. يعني والله هي ممكن ملاية واحدة اللي تعملي بيها كل ده، انك تقسميها كده بالطول وتحطي نصها على الكنبة دي ونصها على الكنبة دي وعلى الكراسي. برضو نفس الحكاية لان بتبقى فيه كنبة صغيرة، والايد هتقصقصي المخدات. يعني بصي هي ملاية هتشيل الموضوع، وكلنا عندنا ملايات خلاص مش عايزين نفرشها، خلاص ادمت خلاص كلنا. فدي طريقة حلوة قوي تحفظي بيها الانتريه بعد ما تنضفيه وتحافظي عليه اطول وقت ممكن، حتى لو انتي نضفتيه في الاخر خالص وعايزة برضو تحافظي عليه شوية انه يفضل نضيف. الباقي بقى انا هشيله وهغسله. انا بس حبيت اوريكي انا هحافظ عليه ازاي، ده للي ما عندوش كسوة. طبعا اللي عنده كسوة يبقى ريح نفسه، وانا كنت جايبة كسوة اوريها لكم دلوقتي لان في ناس بتقولك الكسوة مش حلوة ومبتبقاش مظبوطة. انا من الناس اللي كان نفسي اجيب كسوة من زمان والكل قال لي مش هتبقى مظبوطة، فما جبتهاش. بس دلوقتي جبتها او نشلتها الحقيقة ان انا نشلتها من عند بابايا عشان اجربها، فعجبتني طبعا. بصوا انا نفضت كده الدنيا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة، وما تنسيش تدعميني كده بلايك حلو زيك علشان خاطر ترفعي الفيديو لفوق، وعلشان خاطر غيرك يشوفه ويستفاد، وكمان علشان خاطر انا اقدر استمر لما القناة بتكبر وبحس كده بدعم منكم. انا ببقى عندي طاقة ان انا اعمل فيديوهات اكتر. انا بوريكم كده الكسوة مظبوطة اهي زي ما انتم شايفين على الكرسي، والصراحة مظبوطة على الكنب برضه هوريها لكم. فانا حبيت اوريك الفكره بتاعه الميلاد دي لو ما عندكيش كسوه، وحبيت اوريك الكسوه. اكتر حاجه الكسوه بتتبهدل زي ما شفتوا وانا عملت الكرسي كده، اللي هي بس الاولاد بينعكشوها بترجعي تعمليها زي ما كانت. حبيت اوريها لكم للناس المتردده ما زالت في الكسوه او مش حاسه ان هي مظبوطه، بس ايه, بقول لكم كده احلى ولا كده احلى؟ قولوا لي رايكم، قولوا لي من اي بلد بتشوفوني، وقولوا لي افكاركم الحلوه، وانا اللي هيقول لي فكره حلوه كلنا ممكن نستفاد منها انا هطلع التعليق بتاعه وهقول اسمه، يعني هقول اسمها ان هي اللي قالت لي الفكره دي وهنعمل الفكره مع بعض. ممكن تبقي انت قاعده بتتفرجي عليا وعندك افكار للي بنقوله في الاكلات اللي هنقولها في التنظيفات اللي هنعملها احسن من اللي احنا بنقولها كمان، فلما انت تقوليها كلنا هنستفاد منها. تمام. وعايزه اقول لكم حاجه في موضوع الكسوه دي، لو طلعت معاكي حاجه مش مظبوطه اعرفي ان هي اللي فيها عيب، لاني مره جبنا كسوه وكانت الكرسي مش مظبوط، فاعرفي ان الكسوة دي فيها مشكلة وفيها عيب، رجعيها وهاتي واحدة غيرها، فما تقوليش المشكلة في الكسوة دي. بقى كنت عاملاها معاكم كده، كان يعني ايه من 150 جرام لحمة. عملنا كده أكلة اقتصادية وموفرة، وإن شاء الله هتلاقوا أفكار زي كده كتير على القناة، هسيبها لكم في صندوق الوصف. وقلت أطلعها كده أسويها معاكم عشان تشوفوها على الطبيعة. دي كنا عاملينها كده 150 جرام لحمة تقريبا، وعليها كده شوية إضافات عملت معانا الكمية الكبيرة دي. هي حلوة جدا بس طالعة طرية شوية، فانا حمرتها كده زي ما شفتوا، بسيبها كده ترتاح شويه بس من التلج بس ما تفكش، وبحمرها وبعمل لها الصلصه بتاعتها، صلصه عاديه جدا زي ما شفتوا، نقطه زيت وشويه صلصه وتتسبك، او صلصه بتبقى انت مسبكاها عندك من الفريزر مفيش مشكله، ولا بحط لها بصل ولا بحط لها توم. وبنزل كده فيها الكفته المدوره دي بعد ما تشوح كده في نقطتين زيت، وما تقلبيهاش عشان هي ما تتهريش معاكي، وسيبيها بقى تستوي. وبعد ما تاخد سواها حطي لها، يعني بعد ما تغلي شويه كده في الصلصه حطي لها كده كوبايه ميه وسيبيها دوبك تاخد غلوتين واطفي، ماشي، عشان ما تتهريش منك. انا عشان كنت بصور كانت هتتهري مني شويه وطلعت طريه حبتين، بقول لكم الصراحه يعني. خلاص ظبطي بقى الملح بتاعها ورشه جوز الطيب او بهارات لحمه او الاتنين. تمام. وسلقنا كده مع بعض المكرونه. كده عملنا كده تنظيفاتنا النهارده. كل يوم كده اعملي حاجة بسيطة، يعني يوم كده عملنا الأندريه خلاص وحافظنا عليه وشيلناه كده خلاص من دماغنا. طبعا بتحطي عليه كسوة بعد ما يتهوى أو الملاية وكده بعد ما يتهوى. وكل يوم بقى اعملي حاجة بسيطة، يوم تعملي البوتاجاز، يوم اغسلي الحمام، يوم الشبابيك، يوم المطبخ. فجأة كده هتلاقي خلاص قبل رمضان بكام يوم انتي خلصتي كل اللي وراكي، يا دوبك بس ايه على انك تمسحي وتفرشي، فانت كده هتبقي خلصتي كل تنظيفاتك ببساطة وبسهولة. تعالي كده نشوف عملنا مع بعض المكرونه الاسباجيتي بتبقى حلوه جدا بشويه فلفل كده وشويه فلفل الوان، شوحتهم كده في شويه زيت
ونزلت عليهم بالصلصة. الصلصة دي كانت متسبكة عندي من الفريزر لأني دايما بخزن. بجد اللي مش بيخزن صلصة وبصل وتوم يعني فايته كتير، يعني فايتها نص عمرها واقفة في المطبخ بتحضر الأكل، لكن كده الأكل بيبقى سهل جدا عليكي. وعملنا كده شوية مكرونة وشوية كفتة في يومنا العادي البسيط، وخلصنا شوية التنظيفات البسيطة اللي ورانا. يا رب لو كان الفيديو عجبكم تشجعوني كده بلايك حلو، عشان ان شاء الله عندي افكار كتير جدا وعندي فيديوهات كتير قوية، بس التشجيع والتقدير بيخلي الواحد عنده استعداد يستمر. بص انا بوريكم كمية الكور اللي انا عملتها، ما شاء الله كل دول كانوا 150 جرام، يعني ما كملوش ربع كيلو، واكل قعدت يومين كمان. فهتلاقي على القناة برضو كتير اكلات اقتصادية، لان كلنا لازم نحس ببعض يعني، ولازم نفكر كده ونعمل اكلات اقتصادية كتير عشان الدنيا تمشي. مش هنقعد نقول يا الدنيا غالية والحكاية والرواية وهنعمل ايه. لا طبعا الست الشاطرة هي اللي تمشي دنيتها بأقل الإمكانيات، وتنظف بيتها بأقل الإمكانيات وبأقل المجهود، وتعرف ازاي تحافظ على اللي نظفته. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة بسيطة. ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك واللايك.